بصراحة كانت السيشن حلوة جدا واستفدت منها كتير جدا. هي كانت عبارة عن الايميل رايتنج والسي في. بصراحة الاتنين كانوا مهمين جدا. انا بالنسبة لي كان اول مرة اكتب ايميل بصراحة، لان انا عمري ما بعت ايميل قبل كده. وطبعا ده حاجة مهمة جدا بالنسبة ان انا هنزل شغل او اشتغل في شركات او كده، فده طبعا كان مهم جدا، كان لازم اعرفه واستفدت منه جدا طبعا. بالنسبة لحوار السي في، برضو استفدت جامد منه. وتقريبا كان عندنا، يعني تقريبا معظمنا او كلنا كان عنده مشاكل في السي في، حتى لو هو بره ال- الجروب يعني. هو تقريبا ما فيش حد ما عندوش مشكلة مع السي في. فبصراحة يعني هم نمولنا كتير قوي عن معلومات للسي في وكده، ازاي نعمل واحد بروفيشنال، وازاي ان احنا نطور من السي في بتاعنا وكده. وانا بصراحة اتعلمت منه كتير، ويعني بصراحة استفدت كتير جدا من السيشن ديت يعني. بصراحة أنا ما كنتش متخيلة الموضوع كده خالص. أنا يعتبر كانت معلوماتي عن الموضوع تكاد لا تذكر، بس بجد والله العظيم انبهرت جدا بكم المعلومات والتفاصيل في موضوع الايميل رايتنج والسي في. استفدت منها جدا، خاصة لما بدأت أطبق حسيت قد ايه فرقت عن السي في القديم والجديد، وازاي ان انا بكتب بروفيشنال ايميل، وازاي ان انا بحاول اللي هو لا اكون فورمال اكتر وطريقتي تكون بولايت عشان بخاطب شركة. بجد كان سيشن حلو جدا، وبالذات السوفت سكيلز ده انا يعني حرفيا كنت مبسوطة بيه جدا، وكان نفسي ان هو يستمر اكتر من كده. انا الصراحه اتعلمت حاجات كتير قوي. انا بالنسبه لي الصراحه مش بتعامل قوي في الجيميل والحاجات دي، تمام. يعني ما كانش عندي خلفيه فيها الصراحه، لان ما كنتش حاسه ان هي هتبقى مفيده في مجالي، او مش في مجالي، مفيده ليا بشكل عام. او مش عارفه حتى يعني وقت ما استخدم الايميلات هستخدمها ليه وفي ايه، فما كنتش حاسه ان انا يعني انها مفيده جدا ليا. بس لا، بعد ما اتعلمت في السيشن اللي انا خدته وفي حاجات اتعلمتها كتير جدا، استفدت قوي. استاذه اسراء الصراحه ما قصرتش معانا خالص. انا حتى لما روحت من السيشن عشان اعمل التاسكات بتاعتي على طول، مش بكتفي بالسيشن، انا بشوف فيديوهات على اليوتيوب وكده، عشان لو في حاجه برضو سقطت مني، او مثلا حاجه ازودها كده، يعني تزود المعرفه عندي. بشكل عام السيشن كانت حلوة جدا، استفدت منها خالص صراحة. في السي في الصراحة لا، استفدت برضو، لان كان عندي اغلاط كتير في السي في عندي، انا كنت عارفاها الصراحة. بس يعني انا كنت عارفة شوية اخطاء عندي، بس عشان انا مش بشتغل بالسي في بتاعي، يعني طريقة إن شغلي مع الفورين كلاينتس ان حد كان بيرشحني لحد وخلاص، يعني مش بعتمد السي في بتاعي في حاجة. لغاية بس ما اتمكن من المجال بتاعي، وقلت ان انا هعدل في السي في. فانا الصراحه عرفت كل الاخطاء بتاعتي، واستاذ عمر الصراحه كان صبور جدا معانا، واسلوبه كان كويس صراحه جدا صراحه، يعني انا استفدت خالص معاه. السيشن بتاع الرايتنج ايميل استفدت منه جدا بصراحة. في حاجات ما كنتش عارفاها، زي البي سي سي والسي سي دي ما كنتش عارفاها، والحتة برضو بتاعت الهايبر لينك. بصراحة كان جميل واستفدت منه قوي.